تخيل انك تقدر تكتب اول كود بايثون ليك في اقل من 5 دقايق بس ومن غير ما تثبت اي برنامج. في الفيديو ده هنعمل مشروع بسيط جدا بس هيخليك تحب البرمجة وتفهمها بسرعة. برنامج ذكي بياخد منك بيانات وبيتكلم معاك كمان. جاهز؟ يلا نبدأ. اول خطوة هنفتح موقع اسمه جوجل كولاب، ودي منصة من جوجل بتخليك تكتب كود بايثون من اي مكان ومن غير ما تثبت اي برنامج، وتقدر كمان تنفذ عليها مشاريع ضخمة زي مشاريع الذكاء الاصطناعي ال AI. الجميل في منصة جوجل كولاب إنها مرتبطة بجيميناي، المساعد الذكي من جوجل اللي بيساعدك تفهم الكود وتصلح الأخطاء وتتعلم بسرعة أكبر. بعد ما نفتح موقع جوجل كولاب هندوس على نيو نوت بوك، هتلاقي مستطيل رمادي اسمه سيل. هنا هنكتب الكود بتاعنا. جرب كده تكتب معايا برنت هلو بايثون ودوس شيفت انتر. لو ظهرت الكلمة اللي تحت يبقى الكود اشتغل تمام، بس تعال نخلي الكود ده أذكى شوية. في البرمجة بنحتاج نخزن بيانات عشان نستخدمها بعدين، وده بنعمله بحاجة اسمها متغير، يعني زي صندوق بنحط فيه قيمة. هنكتب name equal سامي. السطر اللي بعده هنكتب Beaux underscore year equal 1985. كده عندي متغيرين، واحد اسمه name والتاني اسمه Beaux underscore year. خلينا دلوقتي نشوف ازاي نستقبل بيانات من المستخدم نفسه. يعني مثلا بدل ما نكتب الاسم سامي بإيدنا جوه الكود، لا، انا عايز البايثون يسأل المستخدم عن اسمه وسنة الميلاد ويخزنهم جوه متغير، وده بيتم باستخدام امر اسمه input. هنكتب name equal input وهنسأل سؤال اكتب اسمك. بعدها هنكتب Beaux underscore year equal input اكتب سنة ميلادك. بعدين هنطبع باستخدام print اهلا يا وبعديها المتغير اللي هو name. السطر الأخير هنستخدم برنت تاني عشان نطبع سنة ميلادك هي، وبعديها هنستخدم المتغير Beaux underscore year. أول ما تشغل الكود هتلاقيه بيسألك عن اسمك، اكتب اسمك مثلا سامي، وأول ما تدوس انتر هيسألك عن سنة الميلاد، مثلا اكتب 1985. أول ما تدوس انتر هيكتب أهلا يا سامي، سنة ميلادك هي 1985. يبقى كده انت خدت بيانات من المستخدم بنفسك، خزنتها جوه متغيرات وطبعتها في رسالة توحيدية. خلينا دلوقتي نجرب نحسب السن من سنة الميلاد. تعالوا نعرف متغير جديد اسمه age ونطرح 2025 من البيرس اندرسكور يير ونطبع رسالة بعدها بتعيد انك بتتعلم بايثون وعندك نستخدم المتغير age وبعديها نحط سنة. لو حاولنا نشغل الكود وكتبنا اسمنا وبعدها سنة الميلاد هيظهر رسالة خطأ مكتوب فيها طيب ايرور. ده لأن جملة الانبوت دايما بترجع نص حتى لو كتبنا رقم، فلغة البايثون بتتعامل معاه معاملة النص، ما بيكونش فاهم انه رقم، فلما يجي يطرح 2025 من تاريخ الميلاد اللي هو شايفه انه نص ما بيقدرش يعمل معاملة حسابية. فهنا لازم نحول القيم اللي المستخدم دخلها لأرقام، وده باستخدام دالة اسمها int. بكل بساطة اكتب int قبل جملة الانبوت وافتح قوس، وفي آخر الجملة اقفل القوس، يعني نكتب الكود بالشكل ده. كده تمام جدا، بايثون فهم اننا بنتعامل مع ارقام مش نصوص. انت دلوقتي عملت اول مشروع تفاعلي بلغة البايثون. البرنامج بيتكلم معاك، بياخد منك مدخلات وبيحسب لك كمان. في الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نخلي الكود ده يتكلم اكتر ويحلل البيانات بنفسه، وازاي نعدل على النصوص. اشوفكم في فيديو جديد.